ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا بقى 4 بصلات كبار كده، عملتهم فرمتهم في الكب، واسيبهم لحد ما يتشوحوا ولونهم يدبل ويصفروا كده، يميلوا للحمران بسيط كده. وبعدين اروح بقى ايه، ضربة القوطة برضو في الكبة واحطها عليها من غير تصفية. بس هتاخد وقت بقى، وقت ايه ما شاء الله عليه، تاخد وقت كبير قوي على ما لونها اصفر ودبل. عشان نقلب كده لحد ما ايه، وطيت عليها كمان عشان ما تنحرقش وتلزق. متنسونيش في اللايك والشير، تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة اللي زيكم، كلامكم الحلو اللي بيشجعني. لا يكبر بخاطر كل اللي يكبر بخاطر بحق حبيبك محمد يا رب العالمين. ابص لونها بقى جميل ازاي. بس مش هحطها بقى هنا، مش هحط القطة عليها هنا، هحط القطة في الحلة الألمونيا واروح دلقة عليها البصل، واسيبها بقى تتسبك مع نفسها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مستنية شوية، قلت لونها كمان يتعدل يحمر كمان شوية أهو. بس حطيت القطة الحلة، قلت الحلة تبقى صغيرة عليه. حطيت هنا ملح، أحط الكمون، أحط بهارات، قلبين ماجي، هنا كمون، أحط البهارات، دي كزبرة مطحونة، وأحط شطة، فلفل أسمر، وأسيبها بقى لما تحمر مع نفسها. أغطيها وأوطي عليها وأسيبها على ما أنضف الحاجات اللي هعمل بيها الصلصة دي. لقيتها دي اللي حطيت عليها ملح تاني. وعندي بقى 2 كيلو ممبار، أنا حطيته في الفريزر. ايه ده، أنا كنت عاملاه، ده أنا قلبتها وقفت واقفة على الحوض لما رجلي وجعتني ورجلي ورمت أكتر ما هي ورمت، وقفت واقفة جامدة لحد ما قلبت الممبار وقلبته وغسلته، غسلته بالملح، ورجعت تاني رحت مكحتها بالسكينة، بقيت ماسكة السكينة كده وكحرته في ايدي. هنا بقى هقلبه، بس خدت وقت ايه، 2 كيلو مش شوية برضه. وجيت حطيته كده في الحوض، لقيت الحوض بقى هيتسد وهيبهدل، رحت حاطة المصفى وحطيت فيه بقى الممبار. الحتة اللي عملت فيها الممبار، نقعت فيها الممبار، جت قبل ما اقلب الممبار. والله كنت نفسي اعمله في العيد بس كنت تعبانة وما قدرتش اعمله. فانا الحمد لله بقيت احسن من الاول، فقمت بقى قلت بقى لازم اعمل لهم الاكله اللي انا كنت يعني بقالي كتير ما عملتهاش. بياخد وقت، كل حاجه بتاخد وقت. يعني مسكت السكينه كده في ايدي
بقيت أكحت عليها، نزل كل اللي فيها كله عليها، وحطيت لها ليمون ونقعتها خل وليمون. بس عملتها بقى دعكتها بملح كم مرة، في الملح في المصفى بيخلي كل اللي فيها تنزل، بقى أبيض زي القشطة. لما اتغسل بقى بالملح واتنقع. في كيس تاني اهوت هعمله برضه. الحمد لله يعني، الحمد لله والشكر لله. بس بقى الملح هبقى على ملح كتير. بس كل نزل ازاي كده، بصي كده بالسكينة، ظهر السكينة بينزل كله. خليتها زي الفل والله. واشطفه هعمله تاني بالملح. انا بقى احط المية تغلي، احط فيها اصب فيها الكوارع. حطيت الكوارع كده في المية السخنة وسبتها عاشت حياتها بقى. طلعت الريمة اللي على الوش ورحت حاطة لها بقى معنديش بقى للأسف الشديد مبقاش عندي حبهان، فحطيت لها ورق لوري وقطاية وبصلاية وفلفل أسمر وقلبين ماجي. شوية أكل عظمة على عظمة. وعملت بقى صينية لميدو وصاحبه جوه، هم قعدوا لوحدهم جوه، وأنا عملت لنا أنا وسارة عملت فتة، وعملت لنا بقى حطيت لهم، بس هما كانوا عايزين رز أبيض، حطيت لهم رز أبيض حطيت صلصة وحطيت شوربة قالت لهم طبق ممبار حلو كده ما شاء الله عليه، حطيته لهم كلوا جوه. وفضل يجي طبق كده تاني هنقليه، هقلي لما اللي يعوز بقى يقلي. وعملت الكيلو التاني، عملته لبنتي وركنته دول بكرة. خلطة طعمها تحفة، بس حمرا وجميلة ازاي، جميلة ما شاء الله عليه. فأنا بقى فضيت في طبق صغير عشان قلت لو فضل خلطة ما تبقاش مطرحة يعني من بره ولا حاجة. وحطيت صوابع كده الاتنين وحشيت. أنا لا ما ده أنا عاجبكوا أوي في الحاجات دي. وعملته ما شاء الله في ثانية. عملت ده على ما المية كانت غليت، سقطته ورحت ايه بعد ما سقطته بقى جيت عملت الباقي. مش متعودة اعمل كده بايديا كده وادخل في الرز، لا انا بعمل بفتح بصبعيني كده واروح حاطة الرز.
اهو وريتكم. هنا بقى ورق لوري وحبهان، لا مش حبهان، معلش الحبهان عامل لي هيسس والله. حطيت ورق لوري وفلفل اسمر وبصلايه وماجي وملح واسلقه كده بقى. خلى المية حمرا ازاي عشان القطة بتاعته حلوة. وهنا بقى كنت نسيت ان اصور. عملت التوم وحطيت عليه وحطيت عليه الخل وحطيت بقى الصلصة. كان فايض قوطة من بتاعة المحشي، كنت مصفيها بقى للصلصة. هنا عملت شوية رز أبيض. الحلة المحندقة الجميلة الصغننة دي. الحلة دي في رمضان الواحد يطبخ فيها، يعمل فيها الأكل ويعمل في اللي أصغر منها الرز. لو عشنا كلنا عمر. غسلت الرز وحطيته وحطيت عليه الملح بتاعه. حطيت له المية يغلي بقى ووطي عليه. كان عايز ملح حطيت له. وبقى حطيت طاسة عشان أحمر فيها الممبار. طاسة صغيرة شوية متاخدش كتير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. متنسونيش في اللايك والشير. حمر بقى الممبار. وبعدين بقى بعد كده بقى إيه حط الأكل. كده آخر مرحلة. الرز استوى. الرز الرز استوى. كده خلصت. حط بقى الأكل وبالهنا والشفا على قلوب. لا إله إلا الله. مليت بقى الطبق كده ما شاء الله. حطيت عملت فتة شوربة الكوارع وبالهنا والشفا. متنسونيش في اللايك والشير وتمنوني من قلبكم الخير زي ما بيقولوا يعني. يلا مع السلامة.